في حاجة اسمها النقاش وفي حاجة اسمها الجدل. الجدل ده مذموم، ما تخشش فيه، كبر دماغك. هو مقتنع انه صح، سيبه يقول ان هو صح. بقول الكلام ده ليه؟ في فيديوهات للأسف بشوفها، أنا أحسن دكتور في الدنيا، أنا اللي مفيش مني اتنين، أنا اللي اخترعت تكنيك مش موجود في العالم، أنا المفروض أخد نوبل، بس نوبل الله يرحمه مش راضي يدهاني عشان بيترخم عليا، وكل الدكاترة لا بتعرف ولا بتفهم ولا بتقرا، وأنا أجمد واحد في الكون. للأسف دي مشاكل نفسية بتطلع على السوشيال ميديا. الله يمسيه بالخير، صديقي كان بيقول في يوم من الأيام العبيط ما كانش حد عارف انه عبيط غير والدته، عشان هي الوحيدة اللي عايشة معاه ومستحملاه. دلوقتي اي حد معاه موبايل فيه كاميرا، الناس كلها بعد اسبوع هتعرف انه عبيط. فخد بالك، اللي بتقوله ده بيصغرك مش بيكبرك. اساتذتك لسه موجودين، اللي علموك لسه عايشين، سنايرك اللي اتعلمت منهم بشكل مباشر ايدك بايديهم لسه موجودين. فمن تواضع لله. ودايما وقر اساتذتك، بلاش الجحود، عشان هيجي الجيل اللي بعدك يجحدك او يجحد فضلك عليه. احنا اصغر الناس لسه لحد النهارده بنتعلم، لسه لحد النهارده بنجري عشان معلومه ولا عشان عمليه جديده ولا نتعلمها ونفيد بها العيانين بتوعنا. فلا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر. وانت كعيان بقى خد بالك يعني، فكر، ما تجروش ورا السوشيال ميديا، ما تجروش ورا الزحمه، عشان بتلبسوا والله بتعيطوا في الاخر. افتكروا دايما الامل موجود. والسلام عليكم.